انتشار حمى الضنك بين الاهالي في قريه العليقات في محافظه قنا، ده خبر مضروب. وفي مصدر مطلع في وزاره الصحه نفى الموضوع تماما، واكد انه مفيش من الناحيه العلميه اي حاجه بتقول ان المرض اللي اصاب عدد من ابناء القريه هو حمى الضنك، وده لانها بتتنقل عن طريق نوع معين من البعوض مش بيتواجد غير في ظروف بيئيه محدده مش متوفره في المحافظه. ظهور نتيجه الثانويه العامه في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب، ده خبر ما حصلش. وفي مصدر مسؤول في وزاره التربيه والتعليم نفى الموضوع وقال ان تصحيح الامتحانات لسه شغال، وبالتالي مفيش اي مجال لظهور النتيجه في الكنترول او تسريب الدرجات. محافظه الجيزه هتشيل كوبري 15 مايو، ده خبر مضروب. والمحافظه نفت الموضوع تماما واكدت ان الشغل اللي بيحصل في الكوبري دلوقتي ضمن مراحل لمشروع كبير جدا وبيتنفذ وبيتكون من 3 مراحل، وده للتطوير والتوسعه واستحداث مطالع للكوبري، وكمان هيشيلوا منه جزء كانت الدراسات اثبتت انتهاء العمر الافتراضي للخرسانه فيه. بيع مستشفى القصر العيني التعليم الفرنساوي، ده خبر مضروب. والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره نفى الموضوع بشكل قاطع، واكد ان الجامعه قادره على اداره القصر العيني الفرنساوي وجعله اكبر مستشفى في مصر. في نقص في الانسولين في الاسواق، ده خبر ما حصلش. ووزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار نفى الخبر ده تماما، واكد ان مصر فيها مصانع لادويه السكر وبتنتج حوالي 95% من احتياجاتنا الدوائيه. في عجز في موارد الدوله ومش هيعرفوا ينقلوا موظفين للوزارات في العاصمه الاداريه الجديده، ده خبر مضروب. وشركه العاصمه الاداريه نفت الخبر ده واكدت ان كل الموارد اللازمه لنقل الموظفين موجوده. رجل الاعمال الاماراتي الحبتور اتقدم بعرض لشراء نادي الزمالك، ده خبر مضروب. والحبتور نفاه تماما واكد انه ما عندوش اي نيه لشراء اي نادي رياضي في اي مكان في العالم.